السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نساء أسبان مديرة المكتب الإقليمية تشيشاوا. اليوم جينا كنتواجدوا في تفتاش. اليوم كنصادفوا نورية حجاج من المناطق ديال تفتاش اللي غادي تهضر لينا على الصناعة التقليدية. تفضلي يا لاله نورية. بسم الله. درت هاد الصناعه التقليديه تاع الزرابي، حنا كبرنا بها من جدودنا، كبرنا فيها من جدودنا، وكانت هاد الصناعه تاع الزرابي كانت ماتت ما بقاتش. بقيتي محتفظة على هاد ماتت ما بقاش، وني انا كبرت وسط حبابي كيصايبوها، دوكا ولينا حييناها. بالنسبه للنداء تاع سيدنا اللي ذكر قال لك باش المراه دير التعاونيات، حنا تشجعنا وخرجنا ودرنا التعاونيه وبدينا كنجرو وكنصايبوا درنا التعاونيه. الحمد لله حنا صايبنا التعاونيه وخدمنا معنا الناس. بغيناك توضحي لنا لاله نورية بالنسبة للمواطنين شنو كديري في هذه التعاونيه، شنو هي هاد الصناعه اللي عندكم باش الناس يعرفوا؟ عندنا الصناعه ديال الزربيه، كنصايبوا الزربيه، كنصايبوا الطرز. اللي ما تعرف الزربيه غنعطي نوريها، نجيب لها القفه ونجيب لها الطبق، تصايب لي الطبق اللي كتعرف الطبق نعطيها الطبق. النوع ديال الطرز اللي كتصيبوا؟ كنطرزوا القفاف ونطرزوا الترازات ونطرزوا ونصايبوا الطبوقه. المهم انا كاع اللي عرفت عندها شي حرفه كنمشي نقول لها صايبيها. دابا اي امراه عندها شي حرفه مختصه كتجيبيها، كتوقفي معها، كتعاونيها، كتوريها كيفاش دير. كان اللي ما داك اللي كتعرف تصايب القفه نقولها صايبيها وجيبيها ليا، اللي ما كتعرفش تصايبها كنوريها كي درتها تطرزها وتجيبها ليا، اللي كتعرف الطبق كنقول لها صايبي الطبق وجيبيه ليا. وكنتعاملوا مع الناس، كانوا هاد الصناعات ماتت وحنا كنحيوها الحمد لله. بالنسبه للنداء تاع سيدنا اللي قال لنا خصكم العيال يديروا التعاونيات، حنا تشجعنا وبدينا كنزعموا نديروا. لاله نورية قولي لي شحال تقريبا شحال من سنه عند هاد التعاونيه؟ هذه عام ونص باش فتحنا التعاونيه. شحال في عمرك؟ في عمري 54. 54 عام دوزتي الطفوله ديالك دوزتيها كامله في هاد الصناعه التقليديه. الصناعه التقليديه. وبالنسبه لهاد السيده معايا حتى هما مرت خالي وداكشي حتى هي الصناعه التقليديه، لقيت امي ومرت خالي وجده. بالنسبه للحرفه ديالك انت شنو كديري؟ عطينا الاختصاص ديالك انت بالضبط، شنو تديري؟ كندير الزربيه انايا. قلتي كديري الزربيه التقليديه. الزربيه كنسدي في الدار ديالي وكنعطي للناس ديورهم، كندير لهم السلعه ونعطيهم السلعه ونخلصهم. منين يصاوبوا لي الزربيه كنخلصهم. قولي لي لاله نورية، دابا تقريبا انت شحال عندك، شحال من وحده خدامه معاك في هذه التعاونيه؟ عندي 15 امراه دوكا خدامين معايا، كاينين وكاينين اخرين دوكا كيجيو كيقلبوا عليا. وحده فاش مختصه؟ كل وحده فاش مختصه؟ وحده فاش مختصه. هذه واحد السيده يلاه بانت كدير هاد الصنعه تاع الزناخت، ما كايناش عندنا حنا ديال الزيان تاع الزيان، ما كايناش عندنا حنا. دوكا لقيت واحد السيده الله يكثر خيرها بانت ليا مسكينه. دابا قولي لي، دابا بحال كديري انت، دابا اي وحده بانت لك كدير شي طرز مختلف على الثقافه ديالكم نتوما هنا في الشياضمه. بالنسبه للسيده اللي قلتي لي، واش الاصل ديالها هي من وزان؟ من تفراوت وداخله هنايا كاين هنا، وعطيتها صايبت لي الزربيه، ودروك انا الزربيه بين نتعلم منها هذه الحرفه ونوريها للعيالات. دابا انت غادي تشدي هذه غادي تخدمي عليها باش توريها للناس الاخرين باش يعاودوا يديروها. الناس الاخرين حيت ما كايناش عندنا، خصني ندخلها للناس تاعنا هنا باش تا هما يعاودوا يعرفوا يصايبوا بحال هذه الزربيه. دابا انت مشبته دابا بهذه الصناعه التقليديه؟ مشبته بالصناعه التقليديه. عندك في الدم؟ عندي في الدم. وقولي لي يا لاله نورية، دابا بالنسبه للخلاص ديال هاد الناس اللي عندك 15 مره اللي عندك في التعاونيه، شنو كديري معاهم بالنسبه للخلاص؟ كنخلصهم في البلاصه، ما نلقيتش نشد سلعه وما نخلصهاش، كندي لها الخلاص كنجيب سلعتي في البلاصه. شحال تقريبا باش كتخلصيو؟ ايوا على حسب المترو، بحال هذه اللي ما معقوداش كنخلصها ب 50 درهم المترو، وني انا كيبان لي قللت من جهدهم. غير انا مبتدئه، كنقولها لهم انا مبتدئه، غير انا نزيد شوي ونزيد كل شوي، انا باقي مبتدئه. داكشي ما غندير لهم حتى 100 درهم ماشي ولا 100 2400 ريال، انا ما غاديش نقص لهم على داك. مني انا قلتها لهم، قلت لهم انا مبتدئه، انتم مشوا معايا. قالت لي واخا ان شاء الله. كما كنشوف عندك لاله نورية، شفت عندك هنايا الطبوقه، شفت عندك هنايا جميع الانواع ديال باش كتخدمي هادشي ديال الصناعه التقليديه. ممكن تقولي لي كل حاجه بسميتها؟ كاين عندنا طزكه ولا طزكه باش كندقوا الزربيه باش ندقوها، كاين عندنا القرشال باش كنقرشلوا الصوف،
كاين عندنا المغزل باش نغزلوا الخيط الصوفات. كاين عندنا دوك كنقول لهم هادو كنقول لهم الفرود باش كنخرجوا الصوف، باش الصوفه اللي كنديروا بها الحيك ونديروا بها جلابيه الرجل كنديروا لهم كنخرجوهم منهم. هذه نتوما كديروا حتى دوك الجلالب ديال الرجال النساء. تعطي العيال بالنسبه لهذا الحيك اللي شفت عندك انت، قلتي لي انا بالاول قلتي لي راه هذا الشيء هذا خدامين هذا الحيك انت خدمتيه بيديك، دابا خدامه هذا الحيك هذا انت خدامه بيديك، اذا كتخدموا الرجال والنساء. نخدموا جلابيه الرجال ونخدموا النساء الحياك ونخدموا جلالب الرجال. وقولي لي بالنسبه لاله نوريه، دابا بالنسبه نتوما دابا ملي كتخدمي دابا هاد السلعه هذيك تبارك الله راه كتبان لي انايا زوينه تبارك الله ومفتوحه، لا بالنسبه للصيف ولا بالنسبه للبرد ولا بالنسبه لكل شيء، كيفاش كديري في البيع ديالها هي وهاد الزرابي هادو وهاد هادشي اللي وريتيني دابا؟ فاش كيجينا الصعوبه في البيع، الصعوبه في البيع مازال ما عندناش شي كليان اللي يشرو عندنا. كيفاش كديري البيع ديالها؟ كنمشي صويره كنمشيو عند هذوك مالين البازارات، واحد يشد منك واحد ما يشدش منك غنشوك. بالنسبه للدعم ديالكم من الجماعه ديال تفتشت، مازال ما عندناش شي دعم، ما عندنا حتى دعم لا من المبادره لا من الجماعه، ما عندناش مازال والو. واحد الكلمه اللي غادي تقولي الرئيس كنقول الله يطول عمرهم كاملين وقفوا معنا الحمد لله، لا من القائد ديالنا لا من الخليفه لا من الرئيس ديالنا ميلاد متوقي، كلشي وقفوا معنا في الوراق، في الحاجه اللي ما نصيبوها ما لقينا لا صعوبه. الناس دار الصناعه التقليديه في الصويره الله يكثر خيرهم، السي خلاف السي مصطفى كلشي تعاونوا معنا في الوراق، قدينا شغلنا هو هذاك كاع اللي ما عرفناه وروها لينا هما، والمهم شغلنا وقفنا قالنا الدعم والتسويق هو اللي باقي واحلين فيه، ما كنلقاوش كيفاش نسوقوا عندنا. الناس باغيين يخدموا، كاينين العيد باغيين يخدموا، وحنا خصنا التسويق باش نبيعوا حتى حنا نجيبوا للناس سلعه اخرى. وكاين حتى 100 امراه دوك طالبه الخدمه ومازال ما وصلتهمش، كاينين اخرين باغيين الخدمه واللي مازال ما وصلتهمش. ونطلبوا لك تيسير نوريه ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يوفقكم في هذا المجال هذا. انتم الله يطول عمركم اللي جيتوا عندنا وساهمتوا معنا وتبينوا لنا حنا شاركنا في هذا المعرض ديالنا في هذا الدور. بالنسبه لهذا الدور ديالنا العمر ديالو 8 سنين باش بدا، شاركنا باش السلعه ديالنا تعرف، باش تفتش تعرف راه دايره التعاونيات الحمد لله. هنا كنصادفوا امينه الجنوي اللي غادي تحكي لنا على هذا المنتوج هذا اللي تدير. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي بارك الله فيك. بينك تقربي للمشاهدين اكثر على بالنسبه لهذا المنتوج اللي كديري ديال الكسكسو ديال الانواع جميع الانواع. اول حاجه كنشكركم وكنشكر اللجنه المنظمه لهذا الموسم ديال الكراكا الموسم الثامن، وكنشكر رئيس الجماعه وكنشكر كل من ساهم في هذا سميتو في هذا الموسم اللي كيمنحنا باش نبينوا المنتوج ديالنا، المنتوج المحلي اللي بالنسبه انت عندك التعاونيه لاله امينه. ممكن الاسم التعاونيه ديالك وشحال هذا باش درتيها؟ هذه درتها مده دابا 3 ديال الشهور. يلا قولي دابا هذا الثالث ديال الشهور. يلا انت على افتتاح الابواب. يلا على الابواب. وهي والاسم التعاونيه ديالك؟ الاسم التعاونيه درتها تعاونيه نساء تفتشت. تعاونيه النساء تفتشت. حنا طلعنا درنا هذه الفكره بان على حساب النساء اتفقنا وقلنا غادي نديروا هذا سميتو نتعاونوا بعضياتنا ودرنا هذه المنتوجات باش زعما نبينوا نعرفوا المنتوج ديال المنتوج المحلي اللي كيتكون من مواد بسيطه، من شعير، من قمح، من اش كديروا ليه تقريبا وداك بغيتك تقربي للمواطنين اكثر باش يشوفوا المنتوج ديالك. دابا المنتوج شي حاجه طبيعيه، كناخذوا بحال هكا كناخذوا الشعير كنغسلوه كنقوه كنولوا كنزيدوا عليه مواد بحال دابا مواد عاديه بحال الخرقوم بلدي، بحال هذا بحال شويه ديال الاعشاب بحال الزعتر، بحال ازير، بحال سميتو بحال المهم اعشاب طبيعيه. المهم كنصاوبوا منه هذا الكسكس كنفتلوه. دابا هذا الكسكسو هذا بالاعشاب، هذا الكسكسو دابا بالاعشاب، هذا تنسموه بالحمراء يعني بالقمح الكامل.
هذا بالقمح الكامل. هذا كنديروه مع الخرقوم البلدي، الخرقوم كنقولوا خرقوم بلدي. بالنسبه لي هذا بالنسبه لي انا كيبان ابيض، هذا ابيض، كيبان صفر. هذا فيه الحرقوم بلدي، هذا فيه الاعشاب، هذا فيه الاعشاب. هذا خرقوم يعني داك العرق الاصفر كنقولوا حنا العرق الاصفر، كنشدوه تنقوه تنغسلوه تنيبسوه ثاني تندقوه، كنديروه تنفتلوه مع مع الزرع، مع دقيق الزرع. هذا كسكسو عادي، هذا حتى هو تيكون من القمح، هذا عادي ما فيه لا خرقوم لا حتى حاجه. هذا عادي، هذا مفتول عادي، هذا مفتول عادي يعني عادي. هذا كيتسمى بركوكش، حنا كنديروا هذا بركوكش خماسي، 5 ديال الانواع ديال الدقيق. بحال دابا كنديروا فيه القمح مقلي، فيه القمح ما مقليش، فيه البشنه، فيه الزرع مقلي، وكان بحال هكا كنفتلوه بالزرع، بالدقيق الزرع، الدقيق ديال الزرع. ومنين سميتو تنشدوه ثاني كنفوروا واحد تفويره وحده ايوا كنيبسوه، من بعد كنعاودو نيبسوه تيخرج هذا تيتسمى الخماسي. هذا جامع فيه 5 ديال انواع ديال الدقيق. هذه تتسمى زميطه، هذه الزميطه ديالاش؟ هذه الزميطه ديال الزرع، حتى هي ديال الزرع. كنشدو الزرع كنشدوه تنغسلوه تنقيوه، كنشدو كنفوروه حتى هو كيتفور بالاعشاب، كنفوروه بشي 5 ديال الانواع. شي عندك طبيعي لا امينه؟ شي عندي كل شيء بيو، كل شيء طبيعي. هذا اختي كنديروا ليه الزميطه، قلت لك ملي كنفوروها نفوروا الزرع مع دوك 5 ديال الاعشاب، عاد كنشفوه تنيبسوه في البلاصه تكون فيها الظل، ما كنيبسوش في الشمس بزاف. بالنسبه لهذا كيبان لي بالنسبه للون ديالو هذه الشيشه ديال الزرع، هذه الشيشه ديال الزرع. هذا خماسي تا هو، هذا يعني من هذا بركوكش، وهذا كنقولوا ليه هذا كنقولوا. وهذه شنو هذا كسكسو طبيعي. هذا غليظ وهذا رقيق. كاين الغليظ والرقيق. ملي كنفتلوه سميتو تنوليو تنحيدو تنغربلو كنحيدو غليظ. واخا لاله امينه قولي لي بالنسبه للتعاونيه ديالك شحال من مرة عندك تقريبا؟ عندي دابا تقريبا يلا معايا الله بديت وداكشي خديت غير شي 15 مره بحال هكذاك، ولكن اتفقنا بعضياتنا. ما دايره لهم بالنسبه للخلاص ولا ما دايره لهم والو؟ لا في الاول كنا اتفقنا كل واحد يدير واحد القدر ديال المال، درنا شي حاجه باش نبداو. واحد الكلمه الاخيره لاله امينه. اختي كنشكركم بعدا نتوما اولا، وكنشكر رئيس الجماعه السيد المتوقي ميلود اللي منحنا هذا، وكنتمنوا منه يعاوننا. حنا رحنا يلا في البدايات ديالنا، وتنتمنوا باش ان شاء الله نطوروا المنتوجات ديالنا ونتعرفوا على تعرفوا الناس على المنتوجات ديالنا. وكنشكركم بزاف. اليوم كنستضيفوا فتيحه الحيل، جماعه تفتش اللي غادي تهضر لينا على الزربيه المغربيه البلديه. تفضلي لاله فتيحه. السلام عليكم، معكم الحيل فتيحة من جماعة تفتش تعاونية أيت بوطيب، جماعة تفتش إقليم الصويرة. تنديروا الزربية البلدية الطبيعية بالصوفة وبالخيط، وكنديروا هذا داك ديال باش تحجم ما تضيع. كنديروا ديال البشرويط، يعني كنمشيو عند الخياطه كنجمعوا داك الشراوط اللي كيشيطوا عليهم ديال الثوب، وكنقطعوهم وكنخدموا بهم حتى هما كنديروا بشرويط، ومن بعد ما كتضيعوهمش حاجه ما كنضيعوها. كيفاش كيجيو هادو ديال البشرويط؟ يعني كتجي شي حاجه زوينه طبيعيه وزوينه، فهمتي. ومن بعد كنديروا الصوفه، هذه بلديه، هذه الزربيه مخدومه بالشعر ديال الماعز وبالصوفه ديال البلاد. هادي اييه بالشعر ديال الماعز، ها هو الشعر ديال الماعز وبالصوفه ديال البلاد وخدامين معنا العيالات، وتنديروا منتوجات اخرين، تنديروا جميع المنتوجات كنديروا. قولي لي لاله فتيحه بالنسبه لهاد الصباغه اللي كتبان ليا بحال دابا مثلا هذه فيها الموف الابيض، هذه فيها الموف الاحمر الليموني الابيض، فيها جميع الانواع مختلفه، واش كتصبغوهم ولا غير كتاخذوهم بحال هكا كيكونوا اصيليين؟ بصراحه دابا كنصبغوا، كنا كنديروا الاصيليين وين كنلقاو فيهم واحد المشقه بزاف. كنا كنديروا منتوج طبيعي، يعني كنا كنصبغوا بقشور الرمان وبالحنه وبالفوه وبشحال ديال المواد ديال النبته الطبيعيه. ولكن دابا مع يعني واحد الانسان اللي خدا كوموند ما غاديش يتسنى حتى توجدي لي هذيك النبته الطبيعيه. كنمشيو كنخدموا كندو الصباغه كنصبغوها غارانتي، يعني ما كتطلقش. دابا الا بالنسبه بحال دابا الا خداها شي واحد وصبنها واش كتطلق ولا ما كتطلقش الالوان؟ لا هذاك الشيء قلت لك غارانتي، يعني هاد الكلمه ديال الغارانتي يعني هاد الصباغه ديال اللون، هاد اللون ما تيطلقش،
كيبقى هكا طبيعي، فهمتي؟ كيبقى هكا ما كيطلقش. مثلا انا مشات للتصبنات ولا سميتو ما كيتخلطوش اللوان، تيبقاو بحال هكا. وهادي هاد اللون اللي قلتي على حساب الموف هذا بالخيط، هذه الطعمه وهذا خيط، هذا خيط موف. وهذه حتى هي غير هذا. هذه الصوفه مصبوغه بالكحل ومصبوغه بهذا اللوين. بالنسبه لهذه واش اصليه ولا حتى هي مصبوغه بها؟ لا هذه طبيعيه. هذه عاديه. وبالنسبه للتعاونيه ديالك شحال من سنه عندها؟ عندها دابا في 2017 لدابا، يعني 6 سنين. قربنا نكملوا 6 وندخلوا 7 ان شاء الله باذن الله. بالنسبه شحال من مره عندك اللي كتخدم هذا المنتوج هذا؟ تبارك الله عندي العيالات هنا بعدا في جامعه تفتاش، يعني كداو 50 مره على حسب. عندي كيخدموا معايا موديل اخر من غير زربيه، كيخدموا لي الرافيه، شجره بحال النخله وهي كتسمى رافيه، يعني تقريبا في الطول ديالها فاش مترو 3 متر 2.5 بحال هكا. وكنشدوها كنخدموا بها الصباط ولا السبرديله ولا هادو المكسان، كنخدموا بها الطربوش، هذاك الترازه كنخدموا بها التريه، كنخدموا بها الصاك. دابا ولات معروف، راه كلشي اكثر ديال الناس تيعرفوا هذا المنتوج ديال الرافيه. حنا كنخدموها وكيكون عندنا كوموند وكنخدموا فيها مزيان. وهي علاش مكثرين العيالات، حيت هي كتخدم باليد، وإلا ما كانش عندنا واحد الجروب كتير ما يمكنش لينا نوجدوا الكوموند. شويه صعيبه الخدمه ديالها. لا دابا واحد الانسان اللي عطاك واحد الكوموند وعطاك واحد الوقت ضروري خصك توجديه ليه. داكشي باش كنزيدوا العيال تبزيد. خصنا العيال كتار ديما دايره العيالات. دابا هنا في تفتاش تقريبا كاينه عندي كما قلت لك شي كداو 50 مرة. ولي فاتحه. وبالنسبه لهذا المنتوج هذا اللي كتصايبي منه السبرديلات، السيكان، كتصايبي منه بزاف د المواد، بشحال تقريبا الثمن ديالها باش كتجيبوها وباش كتخدموها باش كتخرجوها للسوق؟ الثمن باش كنجيبوها دابا 90 درهم 100 درهم باش كنجيبوها، واللون 120 درهم. ديك المصبوغه ديك اللوان جميع اللوان فيها، هي فيها اللوان بزاف اللي كتصبغ 120 درهم، وديك العاديه 90 درهم. بالنسبه لهذا الشيء اللي كتصايبوا فيه الثمن ديالو تقريبا على حسب كل حاجه والثمن ديالها. كتبدا تقريبا من مختلف، كاينه من 50 درهم وزيد الفوق. بالنسبه لهذا المنتوج هذا فين كتبيعيه ملي كيخرج؟ كنبيع اختي مع البراني، يعني غير بالتليفون، كنبيعها بالتليفون. يعني واحد كيوصل لواحد. كيفاش توليت كنبيع غير مشيت واحد المره للمعرض ديال واحد المعرض جيت المهم في النواحي ديال مراكش، وواحد السيد شافني معلقه واحد المنتوج وعجبو، وبقيت خدامه معاهم واحد المده ديال عامين. من بعد جا واحد الكليان وشاف داك المنتوج ديالي وسول منين جا، قال لي من عند السيده فتيحه كتكون في مدينه صويره في نواحي تفتاش بهذا سميتو. وفعلا وجا لعندي تا هو، بقيت خدامه معاه واحد المده. بقى واحد كيصيفط ليا واحد تبيع عن بعد غير باغ تليفون؟ على بعد غير بالتليفون صافي. بقيت درت كليان غير بالتليفون. عمرك شاركتي بحال هكا في المعارض؟ شاركت شنقول لك اختي واحد المره ديال الصناعه التقليديه. شاركت مره واحده في معرض ديال صويره، وشاركت مره واحده في معرض ديال اسفي، وواحد المره مشيت لايتورير. 3 المعارض. كان عندك واحد الاقبال؟ شويه عرفتي المعارض. المهم غير المشاركه، غير كنشاركوا وكنوروا المنتوج ديالنا. حتى كيجي شي كليان كنشدوا فيه كوموند، وما بس زعما البيع شويه. واحد الكلمه نختموا بها هاد الروبورتاج هذا. بصراحه كنتمنى الصوت ديالي يوصل للاخوان ديالنا ديال اقليم الصويره والناس ديال الصويره يتعاونوا معنا. ما كرهناش معارض حيت حنا جينا في واحد البلاصه غابره وما بيناش وما كنبينوش المنتوج ديالنا. ما عندناش المحل مثلا على الطريق باش نبيعوا. عندنا التعاونيه هنايا، ولكن التعاونيه طريقه شويه على الطريق. ما كرهناش بحال هكا كان شي معرض نكونوا نشاركوا فيه. وكنشكر الناس كلهم مال ديال الاقليم تفتاش بالرئيس بالاعضاء ديالو كاملين. كنشكرهم بزاف على المعامله ديالهم وعلى المجهودات ديالهم، الله يجازيهم بخير. المهم كما كان داروا لينا هاد البليصه، كما كان بعدا شاركناها مع الناس وشافونا وشنا الناس وجاو عندنا كليان دي. والمهم اللي بغى النمره ديالي هي 06 66 36 86 31. اللي بغى اي منتوج لا من الرافيه ولا الزربيه ولا الخياطه حتى هي مدخلينها للتعاونيه، واللي بغى شي حاجه مرحبا به. وشكرا لكل اللي شاهدنا واللي شافنا واللي بارطاجا معنا هذا المعرض، وخا معرض صغيور المهم زوين. والمهم هي المشاركه. وشكرا لكم نتوما بزاف على المجهود ديالكم،
وكنشكر الاخوان. شكرا للاخت نزهه اسبان، وشكرا سي زكريا على المجهود ديالكم، وملي جيتوا لعندنا واستقبلتونا شكرا لكم، شاركتوا معنا هذا المريض زوين خاص غيور. شكرا لكم. وكان يوكد على هذه النقطه كنقدم تحيه ديالي بزاف للاخوان ديالنا ديال الجماعه ديال تفتاش، الله يجازيهم بخير على المجهود ديالهم. واخا نعيا ما نشكر فيهم مباشره ما غيوصلش ليهم، هناك احسن. كنشكر السي الرئيس ديالنا السي متوقي والاعضاء ديالو بالكل كاملين اللي في الجماعه، شكرا لهم بزاف، تحياتي لهم.